ذكر الكليني في كتاب الكافي، وركزوا جيدا، أقول ذكر الكليني في كتاب الكافي أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. وهذا أقول في أصول الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 258. بواب الكليني يقول أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. ثم يذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار حديثا يقول: لم يكن إمام إلا مات مقتولا أو مسموما. وهذا قلنا في بحار الأنوار مجلد 43 صفحة 364. الآن الكليني ماذا يقول؟ يقول أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وهذا في الكافي. المجلسي في كتابه بحار الأنوار يذكر حديثا يقول فيه: لم يكن إمام إلا مات مقتولا أو مسموما. وهنا الإشكال، نقول فإذا كان الإمام يعلم الغيب كما ذكر الكليني وكذلك ذكر الحر العامري، إذا كان هذا الإمام المعصوم يعلم الغيب فسيعلم ما يقدم له من طعام وشراب، فإن كان هذا الطعام والشراب مسموما علم ما فيه من سم وتجنبه، لا بد أن يتجنبه، فإن لم يتجنبه مات منتحرا، لأنه يعلم على قول الشيعة أن الطعام مسموم، فإذا أكل الطعام أو شرب هذا الشراب المسموم فيكون قاتلا لنفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل نفسه في النار، فهل يرضى الشيعة هذا لأئمتهم؟ أنتم تقولون أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون، ويقول المجلسي لا يكون إمام إلا إما أن يموت مقتولا أو مسموما. فإذا قدم له الطعام وهو يعلم أن في هذا سم وأنه سوف يموت مسموما، هذا قدح في هذا الإمام لأنه يعد منتحرا، وهم منزهون عن هذا رضوان الله.